السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنقدم وصفة سهلة زي ما انتم متعودين على وصفات ام لولو. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل قالب الجلاش. القالب ده سهل جدا، الجلاش المحلي. تمام، بس احنا طبعا هنحطه في ايه، في توب جديد شوية. احنا ان شاء الله هنقول المقادير معانا، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا لفة جلاش دي ممكن ما ناخدهاش كلها. ومعانا كنافة احنا حمرناها قبل كده. الكنافة دي حمرناها قبل كده ساعة ما عملنا فنجان الكنافة يا جماعة. الكنافة دي حمرناها وحطينا لها جوز هند بس، ما حطيناش اكتر من كده. ممكن ما تحطيش براحتك. ومعانا سمنة او زبدة زي ما انت عايزة. ومعانا هنا كوباية شربات. تمام، احنا هنجيب لفة الجلاش بتاعتنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. القالب ده سهل ويعني وجميل جدا. انت بصي يعني خفيف. احنا طبعا جايبين القالب ده بندهنه سمنة او زيت زي ما انت عايزة حضرتك. تمام، احنا دهنينه كويس جدا من قبل ما نبتدي الحلقة. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انتي حلاوه الجلاش ده يا جماعه بقى ان هو انتي يعني ممكن يعني ايه تعمليه ببواقي الجلاش اللي عندك. تمام، هقول لك ازاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنمسك الجلاش بتاعنا بالشكل ده، تتنيه كده وتحطيه بالشكل ده. تمام، بصي سهل جدا. هناخد ورقه تانية. احنا مش هنقطع جلاش ولا نعمل اي حاجه. هو بصي يعني زي ما بيجي معاكي الرصه بتاعته، زي ما بتيجي معاكي. تمام، ودي ورقه تانية. الجلاش كل ما بيكون صابح في الوصفه دي بيبقى جميل. ورقه تانية. تمام، بصي وهنعمل الجلاش بالشكل ده. وهنسيب، بصي شايفه الطرف من بره ومن جوه. هنجيب واحده تانية ونتنيها. بصي اهو، شايفه بالشكل ده. شايفه ايه، احنا عايزين نوصل ببعضيه. شايفاني بتسيبي المسافه دي كده وبتسيبي مسافه من بره. اللي عندها القالب ده هتعمله يا جماعه، وهيبقى في منتهى الشياكه وفي منتهى الجمال، وطعمه حلو جدا والله وجميل. احنا هنا كده هناخد ورقه جلاش وهنتنيها. تمام، وهنعملها بالشكل ده. هو خفيف جدا على فكرة، بس اهم حاجة تقفليه كويس كده. ايه يعني احنا عايزين نغطي كل الجنب ده، يعني نعمل ايه برواز. شايفة نعمل برواز كده زي ما انتوا شايفين حضراتكم للايه، للصينية بتاعتنا. شايفة الشكل؟ ما تخافيش من اللي نازل ده، احنا ايه محتاجين ان هو يبقى نازل كده. بس يعني اهم حاجة اتمم ان هو ايه، متغطي كويس. انا هاخد نص الورقه كده. شايفه سهولته؟ سهولته يعني لو عندك بواقي جلاش ممكن تعملي القالب ده، وهيبقى في منتهى الجمال والشياكه. بصي حبايبي، شايفين الشكل؟ تمام، احنا كده بسم الله. احنا خلاص هنشيل الجلاش بتاعنا، ما خدش يمكن نص لفه الجلاش القالب الجميل ده. وهنعمل ايه؟ معانا الكنافه دي متحمره، وحمرناها في معلقه سمنه، وعملناها قبل كده في القناه في فنجان الكنافه. تمام، وحط عليه جوز هند خفيف كده. تمام، شايفه هامله الفراغات دي. شايفه الجمال؟ بصي وهتروحي ايه حاطه. احنا حاطين طبعا في الكنافه سمن، معلقه خفيفه كده، بس احنا عشان طبعا يمسك في بعضه. هتروحي عامله ايه حضرتك؟ شايفه الجنب ده
تعملي كده اهو، وتتني القالب بتاعنا ده، بتقفلي القالب بتاعك بالشكل ده، ما تخافيش. شايفه؟ اكبسي فيه من جوه يبقى خفيف وشكله في منتهى الجمال. شايفه؟ احنا بنكبس الجلاش بتاعنا، ما تخافيش لو اتكسر معاكي برضو ما تخافيش. شايفه؟ بتقفلي بالشكل ده. تمام. احنا طبعا دهنين الصينيه دي كويس جدا. انت الحاجات الجديده دي يا جماعه بتخلي الاولاد يفرحوا بشكلها كده، وبيبقى جميل المنظر بتاعها. والسمنه جبت شويه من السمنه، فاحنا برضو مش هنتوقف. شايفه؟ كل الموضوع في معلقتين سمنه كلهم، مش كتير. تمام. ودهنين الصينيه كويس جدا. بنكون مولعين الفرن على درجه حراره متوسطه. خلاص. شايفه؟ بتقفلي كده، تقفلي كده. تمام. هندخله الفرن على درجه حراره متوسطه، وهنرجع نشوف عملنا ايه. وهو يا حبايبي صينيه الجلاش بعد ما طلعت من الفرن هي سخنه جدا، وهنسقيها الوقت حالا بالشربات. بسم الله. هي ما بتاخدش شربات كتير، احنا كوبايه الشربات ما اخدتهاش. تمام. وهقدمها لكم دلوقتي. شايفه؟ شكلها تحفه وفي منتهى الجمال، وهوريها لك دلوقتي بعد ما اقدمها لك. جميله جدا وخفيفه جدا ومبتاخدش سمن، ولو عندك ورقتين جلاش هتقضي بيهم الغرض. اهو يا حبايبي شكل الجلاش بعد ما طلع. شايفين القالب عامل ازاي منظره؟ يعني بصي حاجات خفيفه وبسيطه في البيت. شايفه؟ وبتدي شكل في منتهى الجمال وروعه بصراحه، هتعجب ولادكم باذن الله، وهتعجبكم وهتقدميها بالشكل ده هتبقى جميله جدا. وان شاء الله يا رب الوصفه تعجبكم. هي سهله وبسيطه باذن الله. ولو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله مع فيديوهات جديده باذن الله كتيره. السلام عليكم ورحمه الله.